السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بالخير والبركة واليمن. تحياتي لكل شعبنا السوداني الأبي الصبير الصبور الصابر والصامت على الانتصارات. جاي يتحدث في بعض النقاط، وإن شاء الله رسالتنا تصل آه، إلى عناية استخباراتنا، وإن شاء الله قريبا ننتصر على هذه الميليشيا الأباوش. أول حاجة حنبدأ بها اللي هي حصلت اليوم في بور السودان. 5 مسيرات تضرب في مطار بورسودان الدولي، وبعض المسيرات تضرب في كسلة، وأمس برضو في مطار كسلة. فالدفاعات الجوية الحمد لله تصدى لها بدون أي خسائر كبيرة، وإن شاء الله المرة الجاية ما حتنزل مسيرة تانية أصلا ولا حتضرب مسيرة، وإن شاء الله الدفاعات تكون جاهزة في تمام التوقيت بإذن الله تعالى. الاستهداف ده سببه الغصف الآن على نيالة. الناس ديل غزفوا أو بتاع طلعوا مسيرات تضرب في بورسودان عشان نوقف هناك البل في نيالا، لكن البل في نيالا ما حيجيف. هم مفتكرين إذا ضربوا بورسودان والمينا هناك إنه العدة الجديدة حتدخل العدة الجديدة وحنضربها نيالا، وحنضربها ضعين، وحنضربها في النهود، وحنضربها في كل دارفور، وحنوريكم بل عمركم ما شفتوه. إحنا بنحارب في جنجويد وبنحارب في الإمارات، والله بنقول لكم من هنا الإمارات لن تنجو مننا بإذن الله تعالى. حاشوفوا سواء انت عملتوا الدعم السريع او قعدتوا زي بعدتوا خلاص عداوتكم بقت مع الشعب السوداني بالكامل، ما مع الجيش ولا مع حد. انتوا عداوتكم عداوة شعب كامل، عاديتوا شعب كامل. انتوا اليوم ضربتوا مطار بورسودان، منطقة آمنة لا فيها حرب ولا فيها شيء. امشوا اضربوا محلات الحرب هناك، محلات الدفاع الجوية، محلات دفاع الجيش. ليه بتضربوا في المطارات محل المواطن بيجي نازل؟ ليه بتضربوا في الكهرباء؟ ده تدمير للبنية الأرضية، وواضح حرب ضد الشعب السوداني، حرب ضد دولة السودان. لكن بإذن الله تعالى حتشوفوا مننا وش تاني، ولسه ما شفتوا حاجة في نيالة دي. بس دي تنبيه ليكم بس، عشان الجاي حيكون بل من طرف ما بنعرف تاني نيالة ولا بنعرف أي محل. دارفورتي كلها إحنا حنستلمها منكم، حتقبلوا وين تاني؟ والله إحنا حتكون وجهتنا تاني الإمارات. بعد نستلم دارفور ما عندنا تاني حاجة في السودان، خلاص إحنا حربنا انتهت بتكون. لكن تاني الإمارات بس، مسيرات صواريخ جن احمر بيحدوك في الامارات، حدوك في الامارات. بكره ما تجي تشكوا الشعب السوداني، ما الشعب السوداني لا، مسكنا 600 الف دليل عليكم، واثبتنا بانه بالفيديوهات انه الامارات هي متدخله في حرب السودان. فعشان اللي بعدين ما تخاطبوا انه الشعب السوداني بيضربنا والشعب السوداني مسوينا. كلها دولتكم ما بتعادل لنا مدينه واحده من السودان عاملين لنا فيها قومه وقاعده. لكن ان شاء الله البلد جايكم. حافظ الله قواتنا المسلحه في جميع انحاء السودان. مواطنينا الكرام، احذروا من إعلام الماليشيا، ما تنجروا وراه، خليكم خلف قواتكم المسلحة. إن شاء الله إن شاء الله منتصرين بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.